مارسيل كولر الحقيقه غير تماما، مش من شكل الاهلي لكن من شكل الكره المصريه، وبقى في حاله من الرضا. بس الحقيقه انا عايز اقول انه ساعات بيبقى في بقى دلع شويه من الجمهور. الكولر ما تلاعبش فلان، يا كولر لاعب فلان، ريح دول ولاعب دول. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي ده في الملعب؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ازاي بتغير ده؟ ازاي بتنزل ده؟ ازاي كولر عايزين علي معلول يبقى كابتن الفريق. طيب خليني اقول لكم بقى ايه، تعالوا نقول ان كولر وافق على كل ده وعمل كل ده، فارجعوا له ايه ده؟ ازاي يا كولر تعمل كده؟ عندنا دوري عام. لا يعني قدر مثلا هو رايح الناس كلها والاهلي تعادل مثلا او خسر من انبي مثلا الماتش بتاع امبارح. كولر استهتر. لا مدرب مستهتر، هو اصل اتغر وعاش في الدور، وازاي يلعب بالفرقه ويضمن الدوري وبعدين يبقى يغير؟ يعني ايه؟ انت تقعد محمد هاني وتقعد عمرو السوليه عشان علي معلول ياخد شرط الكابتنه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هم على فكره ما بيتغيروش. هو في خلاف في اتنين في مصر ولا في افريقيا ولا في العالم العربي مختلفين على علي معلول وقيمته؟ هي قصه انه يلبس شرط الكابتنه؟ ابدا ابدا. اكمل لعيبه كبار وعظام ما كانوش كباتن في النادي الاهلي كتير ورائعين، مش لازم تبقى كابتن النادي الاهلي. وعلي معلول ما هيلبس الشاره في يوم من الايام، ما هو مكمل لسه مع النادي الاهلي. خلي بالك برضه هم اللي كانوا بيهاجموا علي معلول لما جاله فتره كان يعني المستوى شويه قل، يعني علي كبر بقى وازاي يقول لك ايه صفقات الاهلي الهامه باك ليفت. طب ما عندك علي معلول اصله كبر، اصله عجز. دلوقتي يقول لك علي معلول، ما فيش اتنين اختلفوا انه علي معلول ان لم يكن افضل الصفقات في تاريخ النادي الاهلي فهو على الاقل واحد من اهم 3 صفقات في تاريخ النادي الاهلي. والاهلي مرزق في المكان ده لانه جilberto برضه كان نفس الوضع، حتى لما جاب من داخل مصر الكابتن سيد معوض حاجه عظيمه جدا وعليه رحمه الله محمد عبد الوهاب، فالاهلي مرزق في مركز الظهير الايسر يعني. فسيبوا الراجل يشتغل، لان هو عنده الراجل عنده 10 12 يوم ممكن يقلبوا الدنيا. يعني ان شاء الله بامر الله يبقى بطل افريقيا، وفيما لا قدر الله كل شيء وارد، ممكن لا يعني. والدوري العام عنده كام مباراه يفرقوا جدا معاه في البطوله، ما فيش فريق بيكسب على طول يعني. فالناس يعني استاذن بس حضراتكم الله يخليكم يعني ادوا للناس حقهم وخلوا الناس يعني تشتغل تشد حيلها، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى يعني. فبلاش الله يخليكم الدلع الزائد عن الحد ده. القصه اللي مش عايزه تنتهي يعني، نادي بشكتاش التركي يبدو انه بيرغب بقى في عوده المفاوضات من جديد مع الاهلي عشان جاكسون موليكا المهاجم الكونغولي. الاهلي انتوا عارفين كان المدرب كولر كان مصمم على هذا اللاعب، يجيبوا له لعيب تاني يقول لك انا عايز ده، يجيبوا له لعيب ثالث يقول لك انا عايز ده. بشكتاش وصل رساله للنادي الاهلي ان احنا ما عندناش مانع في فتح قنوات الاتصال من جديد حوالين بيع موليكا. مصدر في النادي الاهلي قال في تصريحات خاصه لبرنامجكم احنا قفلنا الملف ده من يناير اللي فات، وانه بشكتاش عنده عرض فعلي من النادي الاهلي ده كان اللي فات فوق ال 3 مليون يورو كحد اقصى، هم كانوا طالبين 5 مليون و6 مليون 6 مليون. العوده من جديد لطلبات ماليه مغالى فيها ده امر مرفوض بالنسبه للنادي الاهلي. انا بعتقد انه الموضوع ده عامل كده ايه يعني مطول قوي، عامل زي الفيلم اللي على اجزاء الجزء الاول والجزء الثاني، فيلم طويل قوي ارجو انه ينتهي. والنادي الاهلي داخل على المرحله تعتبر المرحله الاهم في السيزون بتاع النادي الاهلي. خلينا نقول ان النادي الاهلي بيقدم موسم ناجح وعظيم السنه دي، موسم هو الاقرب للفوز ببطوله الدوري، خلاص قاب قوسين او ادنى من التتويج بالبطوله اللي غايبه عنه بقالها سنتين. والاهم من كده ان الاهلي خلاص وصل فاينل، هيلاعب الوداد رايح جاي يوم 4 و11/6 بعد ما كان يعني على بعد دقايق من الخروج من البطوله. ولكن قلت لكم قبل كده
ان الاهلي يستحق ان هو يكون موجود في الفاينل، لان في الوقت اللي خسر فيه 5 من سان داونز، بعيد كلامي تاني، كان في تعامل مثالي من الجميع داخل النادي الاهلي في وقت صعب، في وقت كان ممكن ان اي تصرف غلط او اي قرار خاطئ كان ممكن ان هو يهد الموسم. فالاهلي عنده 4 حراس مرمى متأيدين في افريقيا، منهم 3 مصابين، والشناوي، وانا بقول لكم ان كولر دلوقتي في يعني والجهاز الطبي لازم ياخدوا قرار مهم جدا. هل يتم المجازفه بالشناوي حتى لو اللعيب عايز في مباراه الذهاب ومصطفى شوبير يقعد احتياطي، ولا ياخد راحته وتضمنه في ماتش العوده والشناوي يقعد احتياطي ومصطفى شوبير ايه هو اللي يبدا ماتش الذهاب؟ خلي بالكم، لوغاريتم صعب وقرار صعب على الجهاز الفني وعلى الجهاز الطبي، قرار صعب، لان في وقت من الاوقات ما ينفعش تسمع للعيب، لان اللعيب كده كده راجل وعايز يلعب وماتش مهم وماتش تاريخي، والشناوي صاحب مسؤوليه. فالمدرب هنا اعتقد ان كولر، يعني خلينا نقول الاول ان احنا بنتمنى ان الاصابه يتم التاكد تماما ان هو ما عندوش اصابه نهائي، لكن برضو الاخبار اللي عندنا ان الشناوي بيقول ان انا حتى لو في حاجه ان انا هتحامل على نفسي وهاخد حقن وهاخد ادويه والعب. ايه اللي هيحصل ما اعرفش، لكن انا بقول لكم على القرار من غير بقى ما اخش في تفاصيل. هل انتوا شايفين ان طبيعي ان فرقه كوره داخله على ماتش كبير زي ده يبقى عندها 3 اجوان من ال4 مصابين؟ اوكي ممكن تحصل يعني، بس تحصل مره كل 100 سنه. قبل ماتش مهم جدا قبل نهائي افريقيا يبقى عندك 3 جول كيبرز من ال4 بتوعك اللي مقيدهم في افريقيا وانت داخل تلعب على نهائي افريقيا يبقوا مصابين؟ انا شايفها ان يعني موضوع مش طبيعي.